السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بونيغ سون غلوتين للوصفات الخالية من الغلوتين. اليوم اخترت لكم وصفة مقروط الكوشة، مقروط الشرق. كاين اللي يحبوه وطلبوه مني بزاف. اليوم قررت اني نوري لكم الطريقة اللي نديرها انا. هنا راني نوري لكم نوعية السميد، سي با د لا بوب ديتو، راني برك نوري لكم نوعية السميد بس كيبعثوا لي بزاف يقولوا عفوا ورينا نوعية السميد. هنا استعملت لا مكرون الموين متوسط، هذا واش كان عندي. ديت 2 كيلات سميد موين كيما راكم تشوفوا، سميد موين 2 كيلات. الكيلة الثالثة راح نخلط فيها السميد رقيق لا فارين والسميد الموين. دائما يسمى 3 كيلات، 2 كيلات سميد رقيق وكيلة فيها فارين سميد رقيق. يعني هذاك الرقيق كله ما كانش سي لا فارين دو مايس تاع ريام مليحه. هنا استعملت تاع ريام مليحه تجي سميد رقيق. كيما راكم تشوفوا خديت كميه الربع تاع الكيلو والباقي عاود كملته سميد رقيق لا مكرون. فوالا ومن بعد خديت قولوا واحد 2 مغارف كبار تاع فارين ملتي ايزاج، فوالا فارينه متعدده الاستعمالات. قسمتها درت ما ننساوش الملح، بيان سور الملح نزودو شويه في المقروض ما يحبش يكون مسوس. ونديو كيله تاع درت كيله تاع مارغارين ذايبه وبارده، وتقدروا تستعملوها بارده مباشره من الثلاجه. اللي يعرف بصح باش ما يروح لكمش الكيله، انا نعرف نخدم هكذاك. نتوما باش ما يروح لكمش الكيل بالعني ذوبتها من الصباح، نحيت لها الماء تاعها وكيلتها، يبقاو 2 صباع 2 دوا زدتهم زيت، 2 صباع اضفت لهم زيت وفرغت تاع المزيج تاعي تاع النواشف. وبديت نبسس، حنا نقولوا نمحر 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 حتى يولي كومين كريم. السميد تاعي يولي كأنه كريمه. شوفوا خليكم تشوفوا هنا الطريقه كيفاش نعاود الوصفه. انتخطون نتوما راكم تشوفوا الطريقه كيف راني نبسس ونمحر نحكها، ماشي كيما مقروط المعسل ولا مقروط البليدي هذا، لا امحر يحك مليح حتى يولي كريمه. الوصفه نعاودها: 3 mesures de semoule moyenne, 2 mesures de semoule moyenne, une mesure le quart farine, une semoule, la semoule de maïs fine, sinon on peut remplacer avec la farine de maïs fine. Et les 3/4 c'est la semoule moyenne. Le sel, 3 grandes cuillères ou 2 grandes cuillères de farine multi-usage, voilà. Et on rajoute une mesure de beurre fondu froid, voilà. Et les 2 doigts qui manquent on les remplit avec de l'huile, voilà. كيما راكم تشوفوا الطريقه راني نبسس ونعاود نمحر ونحك. شوفوا حتى ولا يكريمي. عاودت من بعد خديت 125 غرام مزهر مباشره استعملته. بديت نضيف المره الاولى الويلها الاولى يبان لكم كي شغل راهو جاري ما يشدش، ومن بعد لا يشربوا كامل. وكيما راكم تشوفوا الطريقه من بعد انا نظن الكل تعرفوا تشكلوا المقروض. بصح معليش كاين مبتدئات، كاين اللي ما يعرفوش، كاين صغارات اللي يحبوا يتعلموا. هاي ليك الطريقه تاع تشكيل مقروض الشرق ولا مقروط الكوشه ولا كل واحد واش يقول له. كان هنا كيما وريت لكم حضرت عجينه الغرس البطانه، نقيته عجنته بالماء زهر والماء والزيت وزدت له شويه قرنفل شويه يعطيك نكهه رائعه. اللي يحب ما يديرهاش يستغنى عليها ما يديرهاش، ماشي دائما نديرها. الجنجلان القرفه شويه ملح. وكما تشوفوا شكلته حرابش باش نخدم به، وبديت نخدم الحرابش نشكل المقروض تاعي الحرابش تاع المقروض. فوالا هاي ديك الطريقه كما راكم تشوفوا. المول كل واحد عنده المول تاعو، درك كاين انواع واشكال كل واحد كيفاش يدير. انا مازالني نستعمل المول هذاك تاع زمان كما راكم تشوفوا الطريقه. من بعد بديت نحربش فيه نكمل فيه نحربش فيه. هذه الطريقه حربشته وبديت نطبع ليك الحربوش تاعي وبديت نطبع. طبعته قطعته عمرت البلاطو تاعي. يحب يكون جنب لي جنب، ما يحبش يكون لاصق في الجناب تاع البلاطو باش ما يتحرقش الغرس ما ينشفش.
جنب لي جنب كيما راكم تشوفوا الحبات مبسين، نتحكم فيهم كيما نحبها، نهزو ونحط كيما نحب، يجي يذوب في الفم كيما راكم تشوفوا. وبعد تشوفوا الطريقه اللي حطيت في البلاطو يجوا لاصقين في بعضهم، هذوك لي بوردور ولا الحواشي اللي بقاوكم تقدروا تدوروا بهم ساير داير البلاطو باش ما يلحقش لهيب النار ولا السخونيه الكبيره للغرس، وتخليه يطيب كيما راكم تشوفوا. هنا ندخلوه الفرن، هنا كملت التشكيل كامل حضرته، ندخلوه الفرن درجه 170 درجه حتى يطيب، يجي ما يجيش احمر، ما يطيبش احمر. المقروط تاعنا لو كان نحمروه انا صرات لي لو كان نحمروه راح يجي ناشف، ما يجيش احمر على 170 درجه حتى تشوفيه خلاص ولا هكذا شويه غوز، ماشي يحمر احمر، لا ما يحمرش مقروط الشرق جامي. كيما راكم تشوفوا طاب، خليته برد، عسلته جاي يذوب في الفم. ان شاء الله نكون الطريقه نلت اعجابكم، وان شاء الله تتقنوها وتنجحوا فيها، وشهيه طيبه ان شاء الله. الى وصفه اخرى نخليكم بتمتعوا بمنظر المقروط هذا مع كويستاي. الله الله والله في وسط جماعه ولا مناسبه مع احبابكم وناسكم لا للحرمان لا يوجد فرق. انا دائما نقول السيلياك نمط حياه وليس ممات.